اخواني اخواتي، مرحبا بكم من جديد ونتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اليوم غنتكلم لكم كيفاش تنظفوا الكبد الدهني ديالكم الى كبد طبيعي صحي في رمضان المقبل ان شاء الله. ولكن قبل ما نشرح لكم كيفاش، غنبين لكم المراحل اللي كيمر منها الكبد الطبيعي حتى توصلوا لمرحله الاصابه بالسرطان حفظنا وحفظكم الله. الكبد الطبيعي تيكون اللون ديالو محايد كما كتشاهدوا ورطب في الملمس، والمرحله الثانيه الكبد كيصبح دهني واللون ديالو كيصبح غامق، يعني اللون الاصفر غالب عليه لانه مليء بالشحوم. في جميع المراحل اللون ديالو كيتغير وحتى الملمس ديالو كيصبح قاصح مقارنه مع الكبد الطبيعي. واذا كان الاكل ديالنا غير صحي والشخص ما كيعملش فحوصات ولا حتى حاجه، راه كيمر المرحله الاخيره الله يحفظه اللي هي مرض السرطان حفظنا وحفظكم الله. لان من الكبد الدهني نقدروا نرجعوا للكبد الطبيعي، ولكن الله يحفظ الا وصلنا لمرحله السرطان راه ما كنقدروش نرجعوا للطبيعي. لهذا السبب راه الوقايه احسن من العلاج. اليوم غنتكلم لكم كيفاش نمروا من مرحله الكبد الدهني الى الكبد الطبيعي. الحمد لله اننا يمكن لنا نمروا من الكبد الدهني الى الكبد الطبيعي، والصيام كيساعد في هذا التغيير بشكل كبير. كيفاش؟ ملي كنصوموا الجسم ديالنا محتاج للطاقه، في هذه الحاله الجسم ديالنا غيجيب الطاقه ديالو من الدهون المتراكمه فيه، لان الدهون هي كذلك مصدر للطاقه. لهذا السبب 10 ايام الاولى ديال رمضان راه ما كنحسوش بالجوع بزاف، لان الجسم ديالنا راه كيجيب الطاقه ديالو من الدهون اللي متراكمه فيه، يعني كيقضي الغرض غير من الجسم ديالو، من الداخل ديالو. الان عرفتوا بان بالنهار مع الصيام راه كنقصوا من الدهون المتراكمه في الكبد. ولكن اذا كانت مائده الافطار مليئه بالدهون والسكريات، هذاك الشيء كاع اللي حرقنا بالنهار غنعوضوه بالليل. باش نزيد نوضح لكم الصوره اكثر، اذا كانت مائده الافطار متكونه من اطباق مليئه بالسكر والدقيق الابيض، مثلا الشباكيه المعتاده التقليديه اللي مقليه وفي العسل، المسمن اللي من الفرص او الدقيق الابيض، البريوات المقليه والمقرمشه، المشروبات الغازيه والغير الغازيه، وزيد هنا شاهدوا كيفاش المأكولات اللي كتعوض لنا الشحوم اللي تحرقات بالنهار مع الصيام. خصكم تعرفوا بان السكر والعسل والدقيق الابيض والمشروبات اللي غنيه بالسكر بعد الاكل ديالها، السكر اللي موجود فيهم كيمر بسرعه كبيره في الدم. غير بين قوسين، الدقيق الابيض راه كيحتوي على 90% من النشا، هذا النشا هذا هو سكر، وبما انه ما كيحتويش على الالياف، مرور السكر اللي موجود فيه كيمر بسرعه كبيره في الدم. باش نزيد نوضح لكم الصوره اكثر، الشيء اللي تخجي هو السكر، والمفتاح او الساروت هو الانسولين. غير باش توضح لكم كيفاش كتجري الامور داخل الجسم ديالنا بعد تناول هاد الاطباق، السكر اللي موجود فيهم كيمر بسرعه كبيره في الدم. هنا البنكرياس غيفرز لنا كميه كبيره من الانسولين. علاش؟ لان الانسولين عنده جوج ديال الادوار. الدور الاول ديالو واللي هو كيلعبوا كمفتاح، كيفتح لنا الخلايا باش يدخل السكر، والخليه كتغذى من هذا السكر. ولكن هذه الخليه راه كتاخذ غير السكر اللي محتاجها، والسكر الزائد كتردو للدم. في هذه الحاله الانسولين غيلعب الدور الثاني ديالو واللي هو دور التخزين، باش ينزل لنا من معدل السكر اللي موجود في الدم. غيشد هذا السكر هذا اللي زايد وغيحولو للشحوم اللي كنسميوها بالتريغليسيريد او ثلاثي الجليسيريد، عاد كيخزنها في الكبد. وبهذا الشكل هذا هذوك الدهون اللي حرقنا بالنهار مع الصيام غنعوضوها بالليل. وباش ما نعوضوش الدهون اللي تحرقات بالنهار، هو مائده الافطار ديالنا خصها تكون غنيه بالخضر، الفواكه، التكال كامله، يعني نتفاداو العصائر، حيت اذا كليناها كامله راه السكر اللي فيها مع الالياف كيكون السرعه ديالو كتكون قليله. اما الا عصرناها راه كنحيدوا ليها الالياف وكيبقى السكر الفركتوز اللي كيمر بواحد السرعه كبيره في الدم. من الاحسن ناكلوا فاكهه وحده كامله، لان كاس ديال العصير كيكونوا فيه 3 البرتقالات معصورين وكميه السكر اللي فيه كتكون كثيره، هذا بين قوسين. كذلك تكون الاطباق ديالكم فيها القطاني، فيها الخضار، فيها مخبوزات. اذا عملتوا المخبوزات خص تكون بالدقيق الكامل وتكون بالخميره البلديه او اللبنيه. ما تكونش المائده ديالكم عامره غير بالنشويات والمخبوزات، خص تكون خضار، خص تكون فواكه، خص تكون حتى اذا كانت مخبوزات ما تكونش كثيره. وخص كذلك ما نساوش شرب الماء، وكذلك الحركه هي جد مهمه. ولهذا السبب حضرت لكم برنامج رمضاني صحي كتفاداو به تكوين الشحوم اللي حرقنا مع الصيام بالنهار، باش ما نعوضوهاش بالليل. وبهذا الشكل ما يجي يسالي شهر رمضان المبارك حتى نكونوا تخلصنا من الكبد الدهني، لان راه نقدروا من الكبد الدهني للكبد الطبيعي. معظم الوصفات على قناه يوتيوب فغنا هيلثي فود، والوصفات الاخرين راه جايين في الطريق، خص غير يكون عندي وقت باش نعمل لهم المونتاج ونحطها لكم. ما استعملش السكر، ما استعملش الدهون المهدرجه، ما استعملش الدهون المكرره، استعملت زيت الزيتون، استعملت المواد اللي معدل الجليسيمي ديالها متوسط او منخفض. وبهذا الشكل هذا باش نستافدوا من الصيام ديالنا. وما نسيتش لكم الشباكيه عملتها بلا سكر بلا دقيق بلا عسل بلا قلي، وراها جد صحيه من غير انها كتغذي لنا البكتيريا الجيده المعويه اللي تكلمت عليها كثير. اخواني اخواتي، الله يخليكم ما تنساوش تساهموا في نشر التوعيه الغذائيه بالانخراط ديالكم في القناه باش تكبر وتعرف عند الناس، حيت الا تعرف السبب كنتفاداو عده امراض، وكنتفاداو حتى الطلوع والهبوط في المستشفيات، وكنتفاداو حتى المصاريف الغاليه ديال الادويه. ولكم جزيل الشكر.